الخضر يواصل الصعود في تصنيف الفيفا وخطوة جديدة نحو القمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. يواصل المنتخب الجزائري مسيرته التصاعدية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، حيث قفز مركزا جديدا في الترتيب الشهري لشهر مارس، ليؤكد بذلك تطوره الملحوظ على الساحة الدولية. في المقابل حافظت الأرجنتين على عرش الصدارة عالميا، بينما شهد التصنيف تغييرات بارزة في المراكز الأولى. وكشفت الفيفا اليوم الخميس عن التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي شهد تحسنا للمنتخب الجزائري، حيث تقدم الخضر إلى المركز 36 عالميا بفضل الانتصارات التي حققها في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات لكأس العالم 2026، حيث تغلب على كل من بوتسوانا وموزمبيق بخماسية، المركز الثالث عربيا والرابع أفريقيا. يواصل المنتخب الجزائري الحفاظ على موقعه بين المنتخبات العربية والأفريقية القوية، حيث جاء في المرتبة الثالثة عربيا بعد المغرب ومصر، والرابع أفريقيا بعد المغرب والسنغال ومصر. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.